جماعة سمعانين بأكذب من عليها. المعروف عند كل العالم أنه أكذب من عليها هم السياسيين، يعني أكذب الموجودين على الأرض هم السياسيين، ولكن في الحقيقة أكذب من السياسيين هي الأمم المتحدة. مع الأسف يجب أن لا يسموها الأمم المتحدة، يجب أن يسموها الأمم القاتلة، منظمة الأمم المتحدة. ما يعني بدي أفهم شغلة، أنه شلون بعد 5 أيام من الزلزال 14 سيارة دخلوا من المعبر؟ 14 سيارة؟ يا بشوم عليكم والله. أهل دير الزور لحالهم 80 سيارة، 80 قاطرة دخلوها على الشمال. أمم متحدة. على فكرة طلع منظم شؤون الأمم المتحدة في الشمال السوري قال هذه المساعدات مجدولة من قبل الزلزال على أساس تدخل. الكذابة الثانية أيضا هي بالأمم المتحدة، تقول يجب فتح المزيد من المعابر لإدخال المساعدات. إيلالو عن جد خاف تمزحين. يجب فتح المزيد من المعابر، لكن معبر باب الهوى لحاله إذا يشتغل نظامي يدخل 1000 سيارة باليوم. معبر باب الهوى لحاله 1000 سيارة، أنا أكفله 1000 سيارة يدخل باليوم إذا يشتغل نظام. وتقول يجب إدخال فتح المزيد من المعابر؟ دخلت 14 سيارة يا عيب الشوم. شوفوا الكذب والنفاق والجدل. الكذاب الثاني البارح أيضا طلع بتقرير أو بلقاء يقول يجب فتح المعابر وإدخال المساعدات للسوريين الذين هم في الشمال، لأنه يوجد الملايين من السوريين يعيشون على المساعدات. فشرت بنص عينك يا كذاب يا ابن 60 كذاب. السوريين عايشين على المساعدات؟ شنو مساعداتكم؟ بس اريد افهم، كل 6 شهور تدخل لكم 14 سيارة؟ 14 برغلكم والعدسة تدخلون له بالمساعدات، ثاني نهار السوريين يعلفون للغنم. السوريين عايشين على مساعداتك؟ فشرت بنص عينك يا عيب الشوم عليكم. السوريين عايشين، يوجد الملايين من السوريين. شعب كذاب منافق. احنا شباب 10 أو 12 سنة تقريبا من الحرب بسوريا، اجونا ناس من كل أنحاء العالم شاركوا بالحرب. هاي ناس هم الذين قتلوا الشعب السوري وساهموا في قتل الشعب السوري، ولكن المساهمة الأكبر هي الأمم المتحدة. قال ممنوع إدخال المساعدات، في عقوبات على إيش؟ على منه؟ على الشعب هذا المسكين اللي عايش بالشمال؟ نعم عليهم عقوبات، نعم أكيد. شو عقوباتهم؟ لأنه سنة. هاي ذنبهم الوحيد اللي اقترفوه، أنه سنة، اجتمعوا في هالمنطقة الشمال السوري.